ما كاينش فينا اللي ما كيعرفش باسو، واحد من اساطير الفكاهيين في المغرب. سعادة الرئيس، شكون هو باسو وكيفاش حتى قدر يفرض راسو في الساحه الفنيه؟ هادشي اللي غنشوفو في هذا الفيديو هذا. باسو تزاد في 24 ماي 1985 في مدينة زاكورة. كبر وسط عائلة متواضعة، وملي كان صغير هو عنده حس كوميدي وديما كتلقاه خالقها مع صحابه. باسو كان داير قدامه حلم واحد، واللي هو يولي ممثل ولا كوميدي كبير. محمد كان مجتهد في الدراسة ديالو وكان عاشق لجميع اللغات وبالخصوص اللغة الإنجليزية. باسو بدا كيكبر شوية بشوية، وفي المدرسة ديالو فين ما كانت كتكون شي مسرحية ولا شي نشاط كتلقى سميت محمد من الأوائل. العائله ديالو كانت ديما كتشجعو باش يشارك في شي برنامج ديال المواهب، وهذا الشيء بالضبط اللي غادي يوقع في سنه 2009، بحيث غادي يشارك محمد باسو في برنامج كوميديا شو. جا عندي واحد السيد مسكين من فرنسا قال لي ودي جيب له ماغوك لوسبيتاليتي، الناس باقا كتحترم البراني. قلت له بالحق ما كيحترموش قانون السير. شوف دابا عاد الضوء الاحمر شكون اللي كيوقف فيه؟ كلشي دايز، كلشي كيدوز باستثناء جوج، هذاك اللي كيبيع كلينيكس واللي كيمسح الجيجان. فاش كتسمع كوميديا شو مباشره كتجي في بالك احسن برنامج في ديك الوقيته، فكلشي كيتقابل مع التلفازه وكيتسناو غير فوقاش يبدا. محمد بالجد والعمل ديالو قدر يتالق في هذا البرنامج ويكون هو الفائز، وهنا بالضبط غادي تبدا المسيره ديالو، بحيث ولا معروف في المغرب. وبالموازاه مع الفن باسو كان خدام على راسو باش يجيب القوت اليومي ديالو. باسو كان خدام كصانع تقليدي في ماده الفخار، واللي بدورو كان محافظ على القرايه ديالو. صبر وسهر الليالي، والنتيجه كانت حصوله على شهاده الدكتوراه في اللغه الانجليزيه في كليه الاداب والعلوم الانسانيه في الدار البيضاء. والمغرب قاعد ثقافي تا لا كولتور ديال المغرب راه ما كاينش اللي يعاونك. غادي ترجعي دابا للباركور ديال اي مواطن مغربي نجح، ما جابها بجهده، جابها بلانطريما ديالو، ملاكي، معد، صحفي، تلفزيوني، ممثل، اي واحد نجح في المغرب. فاحنا في المغرب كاين داك النجاح الفردي اكثر، كاين نجاح. وفين ما كاينش جماعه كتفشل، فين ما كانت شي جماعه في المغرب كتفشل، لان شي كيبغي يدير العصا الرويضه، شي ما كيبغيش، شي كتكون عندنا ديك الانانيه، بغى يبان بوحدو، بغى يدير بوحدو. ما وقدر يبين التالق ديالو في بزاف ديال الاعمال التلفزيونيه، من بينهم سلسله اوشن، رفقه المخضرم عزيز داداس، وحتى في سلسله ولاد علي وغيرهم الكثير. ولكن بالمقارنه مع بعض الفكاهيين اللي محدودين وكيخافوا على المكانه ديالو، عكس محمد اللي كان صريح وكيهضر باسم اولاد الشعب. ديما كنت كنقول ان خصنا غير وزير واحد ووزيره واحده في البلاد كامل، فهمتيني؟ جوج وزير، فهمتيني؟ الراجل يتكلف بالرجال والمراه تكلف، ولا العكس، المراه تكلف بالرجال والراجل يتكلف بالعيالات. صافي يعرفوا لي بوزوان ديالنا، حيتاش المراه كتعرف الراجل شنو باغي والراجل كيعرف المراه شنو باغي. علاش تقوت الوزاره؟ مؤخرا خرج سلسله على منصه اليوتيوب بعنوان السلكاله، بحكم انه حطم ارقام قياسيه في هذا رمضان، بحيث انه كيشرح الواقع المعاش عكس بعض البرامج والمسلسلات التافهه. سعادة الرئيس، ومبروك عليك الاستحقاقات سيدي، ومبروك لبنتك المحاماه، الله يكمل عليها، ومبروك لولدك قالوا لي حتى هو ربح المارشي ديال الزفت. محمد باسو وغيرهم من الكوميديين المرموقين هما اللي نقدروا نقولوا عليهم فنانين بمعنى الكلمه.